بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحب أرحب بكم في قناة وصفات ستات. أتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير وبأفضل حال. فيديو النهاردة عن توقعات برج الثور لشهر مايو أيار 2019. يا رب يكون شهر سعيد عليكم. بس قبل ما أبدأ الفيديو حابة أنوه إن دي مجرد توقعات، ممكن تحدث وممكن ألا تحدث، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عزيزي الثور، يدعمك الحظ والقدر معا يا عزيز الثور في هذا الشهر، فهو ليس له مثيل، وخصوصا أن أغلب مواليد برج الثور يأتي عيد ميلاده في هذا الشهر الذي يأتي بقطف ثمار جديدة لأغلب المواليد، ويتحدث عن تجاذبات للفرص واحتفالات. فالقدر يلعب معك لعبة جديدة ليقف بجانبك، بل ويجعلك الأكثر حظا بين الأبراج، فيدلك على أماكن الحظ ويدفعك إليها، ويرمي في طريقك الكثير من الفرص التي يجب أن تستعد لها وتكون على أتم الاستعداد لاقتناسها. وبالنسبة إلى تغيير مواقع الكواكب، تجعلك متيقظ وعقلك منفتح لتغيير العديد من السلبيات التي تعاني منها لتظهر الفرص، ويفتح لك الحظ الأبواب على مصراعيه. ولكن عليك تغيير نظرتك للأمور وخصوصا للماضي، والنظر إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية بعيدا عن الأشخاص المحيطين والمتشائمين والذين لا يفهمون ولا يقدرون تصرفاتك ووجهة نظرك تجاه الأمور والأشياء. فيتميز هذا الشهر بأجواء جديدة وبعلاقات استثنائية مع المحيط، وبصداقات مميزة تلعب دورا في عدة توجهات تتخذها على مدى الأيام المقبلة، راسما طريقا جديدا لعلاقاتك، بحيث ستتخلى عن بعض العلاقات الغير نافعة والمحيطة التي تجعلك تنظر إلى الأمور بطريقة سلبية. فحان الوقت للتخلص من هذه العلاقات، سواء كانت صداقات أو زملاء، وسيحصل لك في هذا الشهر اتزان شخصي وعاطفي، وربما تغير الكثير في حياتك بشكل جذري، وستكون سعيدا بالجديد الذي سينتظرك وبقراراتك التي يدفعك الفلك لاتخاذها، وربما تغيير لاتخاذها، وتتعمق بالأمور والأشياء المحيطة بك أكثر من السابق، وستعيد معالجة المشاكل من جذورها وليس من سطحها، وستكتشف دوافعك الحقيقية لهذا التغيير، فتراجع حساباتك وتدرس أولوياتك، ما هو الأهم وما هو المهم. فما يحدث في هذا الشهر يجعلك أكثر نضجا وانفتاحا، وتتذوق وتلمس جزءا كبيرا من الحظ الذي سيرافق الخطوات حتما. فبدون أي شك أنت قادر على المناورة وجذب التأييد ونيل النتائج المطلوبة، فقد تقدم اقتراحات وحججا منطقية تطلقها ببراعة، مما يتيح لك ترجمة أفكارك إلى وقائع. فإنه الوقت المناسب لكي تتخذ مبادرات على جميع الأصعدة، فحافظ على تعقلك وحكمتك في كل الظروف، فكل شيء يتحرك في حياتك ويزيدك اندفاع وديناميكية، فتتبدل المعطيات وتتخذ قرارات فجائية، وتستفيد يا عزيزي الثور من بعض العلاقات الاجتماعية أو الشخصية التي تدعمك في هذا الوقت. فاستفد مما يقدم إليك في هذا الشهر، بحيث سيتغير المناخ ليصبح أكثر دفئا وإيجابية، وستسجل خلال هذا الشهر تطورا لافتا مقارنة مع الأشهر الماضية، وستبدو متحمسا جدا، لا بل تحركك الكواكب لتشعر بالارتياح وتستعيد نشاطك وحيويتك، كما المعنويات المرتفعة والثابتة. عاطفيا، يمكن القول أنك تتلقى المساعدة الكبيرة والثمينة من الكواكب التي ترسل إليك ذبذبات إيجابية، وخصوصا في النصف الثاني من الشهر، وتشعر كلما اقتربت من نهاية الشهر بفوائد التغيير الفلكي الجديد والمميز على عدة أصعدة مختلفة.
وبالنسبة للمتزوج، لقد عانيت من سلبيات كثيرة كانت في طريقك، والآن تنقلب السلبيات إلى إيجابيات، بحيث أن الفلك يعيد ترتيب الأجواء من جديد لترتاح يا عزيزي الثور وتنتقل إلى الفترة الأفضل التي كلما تقدمت منها يوميا وأسبوعيا تشعر بالاستقرار والتحول الذي يحدث، فيطمئن قلبك وعقلك معا. وبالنسبة للعازب، تعيش حنينا إلى الحب القادم، فأنت تنتظره وهو أيضا سيأتي إليك، وينتظر منك التفاؤل والاستعداد التام له بعيدا عن الماضي وجميع تأثيراته. فربما تقرر أن تتقدم رسميا للحبيب أو الحبيبة، أو تعلن الخطوبة وربما الزواج أو الانتقال إلى مرحلة أخرى من وضعك الاجتماعي. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى ليك يا عزيز الثور شهر واعد وسعيد وغني بكل ما تحبه من أمنيات تنتظرها. وما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، وأشوفكم في فيديو جديد من وصفات ستات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.